السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللي بغات تعلم الطرز الرباطي تجي. هذا هو غادي نديرو سلسله ديال الطرز الرباطي. غادي نبداو بالغرز، وهادو هما اللي كنستعملوهم باش نبغيو نطرزو الابره. هذا اللي كنقطعو به الخيط، هذا اللي كننظمو بها ننظمو به الخيط الا ما كناش ما كاين اللي ما كيشوفش. هذا ضروري المقص باش نقطعو الخيط، هو مازال جديد، مازال انا ما حليتوش. وكنحتاجو الثوب كيكون شويه غليظ باش نطرزو فيه. وهادو خلاص اللي كنقولوا لهم الخيط الحرير ديال هما بالالوان. وبصراحه الا ما كانش عندك كتجيبي الخيط عادي كتدوبليه على 6 على 6 ولا على 8 على حسب، وكتبقاي تخيطي به. هذه كنشريوها باش تساعدنا بصراحه بلاصه ما نبقاو شادين المرمى. هذه كتشد لينا المرمى وحنايا كنبقاو نخيطوا فيها. صراحه كتسهل المأموريه وكنحيدوها. ولكن اللي بغى يشري مرمى صغيره كبيره على حسب الحجم اللي هو باغي يشري. انا بصراحه هذه جاتني كامله بهذه المرمى الصغيره، وكنت شاريه هذيك المرمى الكبيره. وعندي حتى عندي مرمى صغيره كنعلم فيها بنتي. ها هي انا غادي نوريها لكم. يعني ضروري البنت تتعلم. هذه هي المرمى ديال بنتي، انا دايره لها ورده باش تعاود عليها. وهذا الخيوط ديالها صراحه الواحد يتعلم الغرز. هاد الغرز الاولين راه بهم باش كيبقاو يخدموا بهم الزواقات الكبار. وفي المثل كتشري عبايه كتشريها سامبل ما فيها حتى شي حاجه، وانت كتبقاي تبتكري ديري فيها الزواقات ديالك اللي بغيتي. وان شاء الله غادي ندير واحد السلسله من الغرزه الاولى حتى يعني باش الواحد يتعلم يبدا يعرف كيفاش يخيط. وهادو هما اللوازم الضروريه. دابا حنا غادي نبداو اول غرزه ان شاء الله. وغادي ناخدو هاد الخيط، نستعمل هاد الخيوط ديال بنتي، وغادي نوريكم كيفاش كننظموا الخيط بهذيك اللي قلت لك، هذيك الحديده اللي كننظموا بها الابره. شوفوا ملي كنبغيو ننظموا الخيط ما تيبغيش يدخل في العين ديال الابره، تيبقى يهبلنا واحد شويه. المهم كنستعملوا هذاك ديك الحديده هي سبيسيال ديال هذا الخيط. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا لها. غادي ندخلوا الابره هي الاولى لتحت، بحال نديروا فيها نعلقوا فيها الخيط هكا، وغادي نرجعوا الابره اللور وغتدخل هي في الخيط. هاي ساهله هكا، ما كتعذبناش ما كيتخسر ليناش الخيط. دابا غادي نديروا نقطعوا الخيط باش نبداو اول غرزه. احنا اول حاجه خاصنا نعقدوه من التحت العقده، يعني اي واحد كيعرف كيفاش نديروا لهاد العقده. صافي نقطعوا داك الزياده اللي فيها ونبداو نخيطوا اول غرزه بسم الله. هاد الغرزه اي واحد راه صراحه راه كيعرفها. هاد الغرزه ديال كنضربوا ضربه الفوق وضربه لتحت، يعني كتجي بحال سنه الفوق سنه لتحت، يعني هذه كلها الناس تعرفها. المهم حنا كنبداو بالغرز من الاول حتى للتالي باش نكونوا عارفينهم كلهم. هانتي دابا انا استعملت لكم المرمى هكا بيدي، من بعد غادي نديرها في ديك البلاصه ديالها تبقى مشدوده باش تساعدني. انا قلت هاد الغرزات الاولين نوريه لكم هكا يعني مباشره. هانتم هاد الغرزه نبقاو هكا حتى نكملوا الخط. يعني حنا غادي نديروا كل خط غادي نديروا فيه غرزه. صراحه انا الواحد الى اي مره جالسه في الدار تعلم بحال هاد الغرزات راه ينفعوها، وتصاوب جلابه، تزوقها عبايه، اي حاجه بغات، غطا ديال الطبله، غطا ديال السرير، مخدات، حوايج ديال الدراري الصغار.
يعني المهم ملي غادي تتعلمي غادي يبانوا لك بزاف الحاجات خاويين وتبغي تعمريهم بوريضات، يعني غيعجبك الحال صراحه. غير الواحد يتعلم الخطوات من الحاجه الصغيره حتى الكبيره. يعني هكا كيبان لك الحاجات في المثل هاد البلان كيبان لك تافه، ولكن راه من بعد راه بهاد الغرزات كنبداو نخدموا بهم حاجات كبار. المهم غير تعلمي، بداي من البدايه. وهذا ولا ما عرفتيش ديري الغرزه بحال دابا هكا كتعلمي بالقلم، كتعلمي القياس ديال الخطوات. كاين اللي كيبغي يعلمك كيبقى يدير لك نقيطه هنا ونقيطه هنا ونقيطه هنا، كيقول لك هنايا تضربي الابره يعني. ولكن هكا عينك ميزان كتشوفي العبار القياس بحال بحال، يعني 4 ديال الخيوط مع 4 الخيوط 4 الخيوط وانت غاده بحال هكاك. واني من بعد صافي كتعلمي كتبقاي تشوفي بحال زعما نقولوا حنا عينك ميزانك كتبداي تضربي الغرزه هكا باش زعما تعلمي. المهم نوضي تشجعي وتعلمي، هادشي اللي كان نقول. المهم هيا الغرزه الاولى حنايا ساليناها، وغادي نبداو في الغرزه الثانيه. دابا غادي نوريكم من اللور كيفاش كتجي الغرزه. ها نتوما شوفوا من اللور كيفاش كتجي. دابا غادي نبداو في الغرزه الثانيه. دابا الغرزه الثانيه غادي نبداوها نبدلوا لها الخيط باش تبان ما بين الغرزه والغرزه باش تفهموا. دابا ندير خيط اخر، هذا الخيط الاحمر بها باش غادي نبدا. يا بسم الله غادي نبداها. هانتوما غادي تشوفوا غادي نضربوا هنا الابره. دابا هذه غادي تجي بحال السنه، بحال هذيك اللي كانت السنه لتحت والسنه الفوق. هذه لا، هذه غادي تجي بحال غاده سنه لاصقه على سنه هكا غاده بحال السلسله، يعني سنه غاده على سنه. هذه هي الغرزه الثانيه اللي كنديروها. يلا اللي بغات تتعلم معايا تبدا دير هاد جوج غرزات، ومن بعد غادي نكملوا السلسله. من بعد غادي نكملوا الغرزات كاملين باش نبداو في نديروا وردات، نديروا الحاجه باش ندخلوا فيها الحاجه كبيره. المهم نمشيو بشويه بشويه خطوه بخطوه. يلا المهم اللي بغات تتعلم حتى هي اللوازم انا رانا وريتهم لكم شنو بغي خاصكم. وهاد جوج غرزات راهم اسهل حاجه. المهم بداي بهم هما الاولين وغادي نكملوا الدرس الثاني من بعد. وكنتمنى لكم التوفيق. صراحه انا كنشجع اي وحده جالسه في الدار دير تبدا معايا هاد السلسله، راه غادي تستافد منها صراحه. مع السلامه.